والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله. غالياتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو وما خصكم حتى خير. الفيديو ديال اليوم بديتو معكم من الخارج، موالفين كنبداوه من الكوزينه، كنبداوه من الروينه. اليوم بغيت نصبح عليكم ونوريكم واحد المناظرات الزوينين تبارك الله ما شاء الله في مدينه مراكش. اليوم في الصباح كان الجو زوين. انا شحال هادي ما خرجت في الصباح، كنخرج هكا وسط النهار اولا الليل، غالبا كنخرج في الليل حيتاش الحراره. اليوم خرجت لقيت الجو يا سلام، كاينه الحراره ماشي ما كايناش، ولكن كاين معاه واحد الغربي، واحد البريه زوين هكا. هنا كانت تقريبا 8:30 9 ديال الصباح، كان عندي رونديفو مع الطبيب ديال العينين ديال بنتي هكا غير كونترول. مشينا وبان ليا الجو زوين، قلت غادي نشاركو مع المتتبعات ديالي يشوفوا حتى هما مدينه مراكش شحال زوينه وشحال تكون هكا، خصوصا في الصباح وفي الليل، اما وسط النهار ما تقدوش عليها. صافي من بعد ما قضيت الغراض، قضينا الغراض، جيت درت لهم هاد الغديوه ما شاركتهاش معكم حيت ديجا عندي في القناه هذا الدجاج مشرمل بخضيره في الفران، كيجيني ساهل نهار تكون عندي شي خرجه اولا شي غرض غادي نقضيه، كنشرمل الدجاج هو الاول وكنخرج. فاش كنجي كنلقاه شرب ديك الشرموله، كنديرو في اللاطه وكندير عليه الخضره وكنخشيه في الفران ودرت معاه شليضه. دابا عاد غادي نبداو المعقول، وهذا هو الموضوع ديال الفيديو ديالنا اللي هو تنظيف ديال غرفه النوم. تنظيف عميق مع واحد، غادي نشارك معكم واحد المنظمات خديتهم البارح، كنت شحال هذه كانوا خاصيني. ايوا البارح ان شاء الله عاد كتاب راني خديتهم، غادي نشارك معكم. صراحه هاد التنظيف انا راه كنديرو كل سيمانه، يعني ماشي كنتعطل باش نديرو وما كنديروش يوميا، يعني مره في السيمانه كندير هكا. اما بالنسبه للطي ديال الحوايج راه هذا كل نهار كنصبن. هادشي راه حيت خرجنا في الصباح خلينا الروينه، ايوا من ورا الغدا راني غير تغديت ارتاحت شويه تقريبا هكا قبل العصر، عاد نط لهذا الشيء. هنا كانوا الحوايج مصبنين، انا كنت محيداهم من الحبل، وفاش بينا نخرجوا حيدنا علينا داكشي اللي كنا لابسين، زدناه فوق هذاك فوق الناموسيه صافي، وتخلطوا لي الحوايج شي نقي شي موسخ. وانا هنايا راني جلست تستيتهم، حيت الموسخين ديتهم باش تصبنوا، والنقيين غادي نطويهم باش نردهم للبلاكار. بالنسبه للغرفه ديال النوم انا عندي فيها التنظيف كل سيمانه، كنحيد لي زور. هنا راني كنت حيدت لي زور محيداهم دايرهم في الماكينه كيتصبنوا. كنت مفرشه لي زار هذاك المطروز، صراحه كان عجبني هذيك السيمانه ونفرشو فرشتو. ودابا مني هكا دارت عليه سيمانه صافي راني حيدتو، وخا ما كنعسوش انا حنا كاع فوق هاد الناموسيه كاع في هاد الصهد ما كنعسوش، كل واحد فين كيتلاح كنمشيو للبيت اللي فيه الكليمه، غالبا هو فين كنعسو. هنايا حيت هنا في البيت الناس باقي ما عنديش، داكشي علاش كيف قلت لكم ما عرفتش فين كنت نهضر. المهم الحويجات غادي نردهم للبلاكار، عندي ديجا مطوي. كنطوي فاش هكا مره فاش يبان لي ترون كنطويه قبل ما نصبن. كنطويه انا هنا كنت طاويه هذيك السيمانه طويته ودرت ليه الفرز. هاد الفرز البنات شي نهار غادي ندير لكم عليه فيديو كامل، لانه فعلا صراحه واحد العاده اللي زوينه بزاف. شنو هو الفرز؟ الفرز هو كنحيد اي حاجه ما بقيتش كنستعملها لمده ديال عام، يعني هذا كابعد تقدير. مثلا واحد السروال محطوط كتقولي هاد السروال راه يمكن غنلبسو العام الجاي، يمكن غنلبسو العام كيدور عليه العام ما تلبس، خاصو يتحيد. انا هنا هذيك السيمانه اللي دازت ما صورتهاش معكم،
راني كنت درت الفرز الغونجمون تاع الناموسيه ودرتو البلاكار، راه خرجت تبارك الله قفه اللي حيدت فيها شي حاجه اللي تقطعات الطرمات وفيها شي حاجه اللي راني هكا صدقتها الله يتقبل، كانت حاجه مزيانه نقيه. الفرز شي حاجه اللي ضروريه. انا اعتمدت الفرز دابا مده ديال 5 سنين وكتر. تنديرو في الكوزينه، عندي الفرز في الكوزينه في الماعن، عندي الفرز في البيت النعاس، في البلاكار، في لي زور، في اي حاجه بحال هكا، وعندي الفرز تاني في الالعاب. هاد 3 الحوايج ضروري كندير فيهم انا الفرز، مره في الشهر، مره في شهرين، مره في 3 شهور. المهم كل ما بانت لي بدات تكون عندي واحد الكركبه، اول حاجه كنديرها هي كنبدا بالفرز. اي حاجه ما لقت لياش، اي حاجه مثلا متقوبه عارفه راسي ما باقيش غنلبسها، كبراء صغارت عليا ولا عراضت عليا ولا على الوليدات، كذلك حتى هي كنحيدها. داكشي علاش انا ما شاركتوش معكم، ولكن غادي نعاود نشاركو معكم وغادي نعاود نهضر لكم على هذا الموضوع، حيتاش فعلا واحد العاده اللي كتستحق انني نهضر عليها وانكم كلكم توليو معتمدينها. كيخليك متحرره مرتاحه. يعني فاش كتحيدي لك بزاف ديال الحوايج كانوا صغارو، شي اللي كبير، شي تقطع، شي ما بقاش زوين، فهكا كترتاحي. انا هنا راني قلت لكم راني محيده عليا، ما عندي حتى حاجه حتى من هذا المكياج ديالي والمجوره كلهم دايره ليهم الفرز. يعني داكشي باش كيبان لكم يعني التنظيف ديالي راه غير من الفوق، حيناش التنظيف العميق مع الفرز راني كنت دايره تقريبا سيمانه قبل هاد السيمانه راني كنت دايره هنا. من بعد ما ساليت الناموسيه درت ليها اسبيراتور، مسحت هذيك لاطي دولي، درت ليه اسبيراتور حتى هو، دزت لهاد فوق هاد الكوافوز هذا، حيدت هذوك لي برودوي كاملين اللي كانوا فوقو ومسحتو. شوفي الغبره، عندي الغبره بزاف انايا، واخا نمسحها يوميا كيبقى نفس هذاك الطرشون هكا كنجبدو، واخا نمسح يوميا. ايوا هنا شاركت معكم هاد الخلطه العجيبه تاع هي زوينه، راني مسحت بها هذا الامتاف كتخليه كيلمع، وكنمسح بها الزاج حتى هو كيخليه تيلمع. صافي هنا ساليت، غادي نرد داكشي لبلاصتو. من بعد حتى هو مسحتهم هذوك لي برودوي كاملين. صراحه هادشي انا كاع ما كيعجبني يكون محطوط هنا، ولكن ما عندي فين نديرو. هاد المجوره صغيورين حيتاش كيكثروا عليا غير الروينه. ايوا هنا دزت الحاجه الزوينه اللي بنشارك معكم. شحال وانا كنتسنى باش نشري هاد الشبيكات. امبارح مشيت للكارفور لقيتهم وقلت غادي ناخذهم، بغيت ندير فيهم واحد الكركبه عندي تما. من بعد ما درت الفرز هذاك الشيء هاد لي بلاك والسوشوار كان في الكراطن ديالهم، مني درت الفرز هذيك السيمانه لحت هذوك الكراطن وحطيتهم باش غادي نشري لهم هاد المنظمه. والبارح هذا كتاب خديتها. هنا انا عندي بزاف ديال الاكسسوارات ديال البنيات، اللي عندهم البنيات هما اللي غادي يعرفوني علاش كنهضر. شوفوا شحال الاكسسوارات، وهذا الشيء ما يمكن لكش ترمي ليهم شي حاجه الا هذا الشيء ما ديريش فيه الفرز. حيت واحد النهار كتكون جالسه حتى كتنوض تقول لك فين هي ديك السلسله الفلانيه واش جبديها ليا. داكشي علاش هذا الشيء ما درتش فيه الفرز، خليته ليهم كيما بغاو غير رتبته. هذه السنيسله ديال بنتي. هنا انا راني حيت اول مره ما زعماش رتبتهم قبل ما نصور او لا هذه هي الاول، راني كنرتب هكا ما جانيش، عاوتاني نرتب هكا ما يجينيش، حتى عيت وما عجبنيش هذاك الشيء. ما عجبنيش، جاني مرون. ايوا عاوتاني عاودت هذاك الشيء من الاول. عزلت هنا هذوك الصناديقات اللي فيهم دوك الاكسسوارات ديال البنيات، راني عزلتهم بوحدهم مع البوندوات، مع البوندوات راه كاينين شي وحدين مازال ما درتهمش، راه كنقلب عليهم ما لقيتهمش. شوف فين مجليين دابا مع الالعاب. هنا دوك النضيضات ديال الشمس. ها هو هذا خليته جا بحال هكا، جا مزيان. وهنا غادي نخليه غير هاد البلاك والسوشوار وهاد السيكان ديالهم وهذيك المشطه، هاد المشطه الكهربائيه حتى هي. صافي هنا ساليت، عجبني، جاني مزيان. صافي دابا اقتنعت، وراه باقي شي نهار عاوتاني غدور ليا في الخوا وغادي نعاود نقلب هذاك الشيء. المهم حاليا دابا هكا جاني مزيان. اعتمدوا البنات واحد الحاجه اخرى من بعد الفرز، اعتمدوا المنظمات. الصراحه هاد المنظمات راه زوينين بزاف، كينظموا بواحد وكيديروا واحد الفرق كبير كيديروه في التنظيم. شوفوا هاد البلاصه كيفاش كانت قبيله، كانت كلها مرونه، كلها فيها الكركبه،
عرفتي كنبغي نجبد البلاك كيطيح عليا هذاك الشيء نبغي، ومع بعيده هاد الطبقه هي الفوقانيه راه عاليه عليا خاصني نتعلى، خصني نجيب كرسي باش نهز باش نحط هكا زوينه. ندير يديا نجبد الشبكه نعرف شنو فيها صراحه. هاد المنظمات اعتمدوهم كينظموا بزاف وكيسهلوا علينا شحال من حاجه. هنا هذيك الشبكه الصغيره دايره فيها غير دوك الباندات والمقيبطات داك الشيء الصغيور. ومن بعد ما ساليت البلاكار مسحت الغبره حتى هي، ودابا دزت الاسبيراتور. هذه هي اخر مرحله عندي، هو الاسبيراتور. هاد الموكيط هذا راه خفيف كي تشوفوه، هي كنحط عليه اسبيراتور كيتهز عذبني كيعذبني وقت ما ندير اسبيراتور كيعذبني، ولكن ماشي مشكل كيتنقى صراحه، كيبان فيه النقا كيبان زوين. ايوا هذا هنا ساليت. دوزت شويه على هنا راه مع ديما كنسيقو انا وندوز عليه اسبيراتور ما فيه والو، شي غبره كثيره ما فيهش. ايوا هذا هو البيت ديالي من بعد ما درت ليه داك التنظيف عميق. واحد الراحه فيه. كل ما كانش سخون كنت غادي كنتسرح فيه، ولكن سخون والناموسيه حتى هي سخونه. انا هبطت الريدو سديت الشرجم حيتاش واحد الكميه ديال الغبره كتدخل لينا مع هاد الاشغال اللي باقيين قدامنا. قدام السراجم ديالي كاينين اشغال باقيين في المشروع، داكشي علاش سديت الشرجم. ايوا هنا دزت للتحضير عطرته. كيشدوا الزربيه في هذا قدام الباب كطوى ليا مع كثره الدخيل كيدخلوا الدراري يجري ولا كيعزفوا عليها كتعوج. واحد الحيله زوينه نشاركها معكم، كترشوه بالماء حتى تيفزك. انا هنا بديت كنرش مرشطش ليا مزيان وانا نفزقو، فزقته مزيان وتحطي عليه شي حاجه ثقيله صافي وتخليه هكا كيبات حتى الصباح تنشف. تحيدي داكشي اللي حطيتيه ثقيل وبتلقاه يتسرح. دابا نعاود نشاركو معكم من بعد ما يتسرح. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله يعجبكم ويعطيكم شويه ديال الطاقه ويعطيكم شويه ديال التحفيز. ونخليو هنا غادي نقول لكم السلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.